صحة شربتكم. الليلة باش نخرف لكم خرافة الرجال والزمان. في قديم الزمان يحكيوا على امرأة اسمها صالحة، وهي صالحة بالفم والملاء. جاء مكتوبها مع ولد عمها اسمه بالقاسم. هيا دخلت عروسة من نهارها، ركز لها السدايا والمغزل والصوف، وقال لها: يا بنت عمي، راني ولد عمك أعظم رقبتك، ما تلوحنيش وعاوني على هم الزمان. كما تعرف أنا زوالي والحال على قده. ياكل المرأة بنت أصل قالت: مولا بيتي ما نخليهاش بيه، من اللي تزرق للي تغيب، وهي تغسل وتقردش في الصوف وتغزل وتسدي، وهو يهز للسوق ويبيع ويكنس في الفلوس. معايشها قد ما يعرف كان الماكلة القليلة والحم من العيد للعيد. يدخل يلقاها غاطسة كيف المغبونة، الرحي والطابونة والخدمة ومقالة الناس، والفم ساكت. يفرح ويشرح صدره، يقعد بحذاها ويقول لها: كدي يا بنت عمي كدي، والله نهار اللي تموت نحفر لك قبرك بقادوم ذهب. تفرح المغبونة وتقول: قداش يحبني رويجلي. وشكون المرأة اللي باش يتحفر لها قبرها بفاس ذهب؟ كان أنا يا سعدي ويا هنايا. وتزيد تغطس في النسيج العقبات الليالي، وهو كل يوم نفس الكلام ونفس النغمة: كدي يا بنت عمي كدي، نهار اللي تموت نحفر لك قبرك بقادوم الذهب. تعديت السنين وهي على كل حال، لا تشري حوايج، لا ذهب، لا تقريط راسها ما تطلبهاش، لا تخرج لا تدخل، لا تمشي العروسات، لا تنظف روحها حتى شعرها ما تمشطوش، لين الهمها القمل والوسخ وشيانت وضعافت وزينها ما عادش يظهر. وسيب القاسم شايخ يبيع ويكنس في الفلوس، وكل يوم يجيب لها كماندة جديدة. حتى نهار فما مرأة كبيرة اسمها خالتك مسعودة، الناس الكل يحبوها ويثقوا فيها. تدخل الديار الكل، تخدم حنانة وخاطبة وتغسل الموتى وتداوي رعواني. فقدتها، لا تشوفها في محفل ولا في دفينة ولا في ثنية. خالتك مسعودة لفت صحين مقروط في منديلة وقصدت دار صالحة. دزت عليها الباب باش تشوف شنية أحوالها، قاتها في همها وصخة. قالت لها: ووه يا بنيتي، شبيك وليت هكا؟ يا أخي راجلك عامل فيك ما يخليكش تشوف العبادة. قالت لها صالحة: لا يا ميمتي، أنا لاهية نخدم على روحي ونعاون في راجلي على هم الزمان، وهو الحق مش مقصر. قال لي كيف باش نموت باش يشري فاس ذهب يحفر لي به قبري. بهتت مسعودة ولعجت عليها، وهي امرأة زمنية وذكية، فهمت الداقسة. قالت لها: يا مهبولة، شكون قال لك يعملها بعد ما انت تموت باش تراه انت؟ ولو فرضنا كلامه صحيح، ايش تعمل فاس ذهب وانت عند مولاك؟ انت ما وحيني اليوم وقتلني غدوة.
وكان يحب يدلك علاش ما يودكش بقطيعة ذهب وحويجات تستر الوجه في عودها الدرابل اللي لبستهم. تي والله لمن وراني انت تموت منا وهو يتزوج بامرأة أخرى. صالحة عمية صامية شدت صحيح معاها وقالت اللي راجلها ما يعملهاش ويحبها. هكا العزوزة شي حريقها ومسلمتش، وكيف فراتها ما في عمها طب قالت لها هيا نجربوا ونعملوا خطة. قالت لها كيفاش يا ميمتي؟ قالت لها مسعودة برا ادهن وجهك بالكركم واكبس راسك، وكيف يروح قل له راني في الغاية والنهاية مريضة في حالة، وبرا ناديلي خالتي مسعودة تجي تشوفني تعطيني شي دواء، وانا كيف نجي احسب روحك مت وخليني نتصرف وقعد اسمع بوذنك. كان العمل لها كيكة، بخرت بتبن ورقدت في فرش الغبن مغربة عينيها مريضة على فرش الموت. روح سي بالقاسم يلقى بلاصتها ورا الداية فارغة، مشالها للفرش يجري، رميت عليه القاتلة وقالت له جيب لي خالتي مسعودة امرأة كبيرة توا تعرف ما بيا وتعالجني. مشى جابها، قالت له اقعد برا عايش ولدي، هذه امور نساء توا نديلك. هو قلبه مش حامي بالكل على مرته، خلاها حذاها ومشى للقهوة. كيف رجع يلقى العزوزة خارجة من حبال عقلها تبكي وتنوح. قالت له يا وليدي البركة فيك، مرتك صارت الدوام لله، قل لي ايش نعمل انا هاني باش نغسلها، وانتي برا جيب هاك القدوم الذهب وبرا حضر لها قبرها. قالها شنو؟ لا عندي قدوم ذهب ولا فضة، وكان تعمل علي مزية، هز ادفنها في دارك، كيما تعرف عائلتي وعائلتها في بلاد بعيدة وانا وحدي، نقول لك الحق ما نجمش نعمل لها دفينة وفرق، انا توا نمشي نجيب لك حصان وكريطة هزها عندك ودبر راسك. جات الكريطة حمل هاك المرأة وهي رامية القاتلة ميتة كيف ما نموتوا غدوة، ركبت هاك العزوزة وطارت بها لدارها، هزتها للحمام ونحت لها مشانها ولبستها مزانها، وقعدت 3 أيام توكل وتعشش فيها. وبعد قالت لها استناني هوني، ما تحل الباب لحد، هاني واصلة لراجلك باش نكمل بقية الخطة. مشيت لدار المرأة، تلقى الدهانة تدهن والموبيليا القديمة قدام الباب تستنى في الروبابيكيا يجي يهزها. دخلت تلقى الدار مدهونة والموبيليا جديدة منصوبة وسيب القاسم يصول ويجول. حسبت روحها ما فاهمة شيء، قالت له يا وليدي شنو أحوالك؟ قلبي قعد عندك بعد المرحومة وانت وحداني جيت نطل عليك، تستحقش حاجة؟ قال لها لا لاباس عليا الحمد لله، أما يمي الكبيرة كانت تعمل عليا مزية، تشوف لي عروسة على ذوقك السمح. قالت له هذاك اللي بيك وقتاش تحب عليها؟ قالها حتى اليوم، ماذا بيك تزربني؟ قالت له عندي وحدة تحب تحت يدي زين وعين أميرات، أما يا وليدي شرطها غالي شوية، تحب على غربال معبي بالذهب والشرط 1000 دينار. قال لها ما يهمك في شيء، هاول 1000 دينار في يدك، والليلة يوصلك الغربال معبي بالذهب، وزيد قل لها كي تروح لي نكتب لها فيرما
شريتها بالسرقة من المرحومة المفيد، بعد غدوة تجيبها وتجي. قالت له باهي. رجعت لهاك المرأة المغبونة، حكت لها بالبسباسة وما زرعت، وقالت لها اليوم وغدوة يلزم نحضرك نردك عروسة. خرجت قضات ما لازمها من هاك ال1000 دينار، وحنت لها ونقشت لها وصبغت لها شعرها وزينتها بكل ما يلزم العرايس. وجاء سي خاينة مد غربال الذهب للعزوزة، وقالت له غدوة بعد صلاة العصر أمانتك تكون عندك. من غدوة هاك المرأة صالحة ولا فيها زين وعين، وقفت قدام المراية ما عقلتش روحها، لبستها هيك الذهب بالكل وهبطت لها الأحجار على وجهها كيف العرايس متاع هيك الزمان، وجابت الكروسة وركبتها وهزتها لدارها. سي بالقاسم حل الباب لابس جبة عشق، وبدا يرحب ويمرحب وعينيه تضحك، والعزوزة رجعت على روحها، وصالحة دخلت البيت نومها ما عرفتش الدار، كل شيء جديد ونظافة وعطور محطوطة على الكوافيز تستنى فيها ودنيا أخرى. دخل سي بالقاسم وقعد بجنبها، قالت له نحب ندخل البيت الراحة حشاك. قال لها إيجا نهزك أنا، ما تمشيش على ساقيك. حطها قدام الدويرية وقعد يستنى قدام الباب. هو سمع حس الماء وهو قال لها إيه المليح مليح حتى بولو في الليالي تصيح. طفطف الهم على قلبها، خرجت له وكشفت على وجهها وقالت له أنا صالحة بنت عمك يا واطي يا قبيح. بالفجعة شق فرد شهقة وطاح مات. وكما قالوا ناس بكري الرجال والزمان ما فيهم أمان، وخرفتنا طابة طابة وعام جاي جينا صابة.